السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. اليوم بذكر لكم قصة حصلت لي قبل أيام. جاءني شخص واشتكى أن عليه دينا كثيرا، فطلب أني أساعده في سداده وكذا، وأنا والله أعتذر عادة من هؤلاء، يعني هناك جهات يمكن أن يتوجهوا إليها تساعدهم، لكني سألته سؤالا. قلت له أن أي جهة ستذهب إليها لتساعدك في السداد من الجهات الخيرية، أول سؤال سيسألونك ما هو سبب هذا الدين الكثير. فقال لي الرجل والله أنا أستحي أقول لك. قلت يعني كيف؟ هو علاج مثلا أو دراسة لأولادك أو زواج أو كذا؟ إيش يعني ما سبب هذا الدين؟ فقال سبب هذا الدين أن شخصا جاء إلي وقال أنا رأيت في المنام أنك تملك كنز، وهذا الكنز عليه حراس، وهؤلاء الحراس يحتاجون أموال حتى نقنعهم أن يتركوا هذا الكنز لتأخذه، وإذا تريد أنك تشوف هذا الكنز تعال معي وأريك إياه. يقول فذهبت معه إلى مدينة أخرى حتى أرى الكنز. فالرجل طلع لي شنطتين كبار مليانة فلوس 500، وقال هذا هو الكنز. قلت طيب خلني أخذه مدام الكنز إنه لي، خلني أخذه الآن. قال لا، إحنا بنرسله إليك في مدينتك لكن نحتاج تكاليف لأجل ذلك. يقول فبدأ الرجل يأخذ مني 1000 2000 5000 10000 حتى وصل المبلغ اللي أعطيته إياه فأخذ منه أكثر من 400 أو 500 ألف، لدرجة أن هذا الرجل باع بيته. يقول ما أدري هو سحرني، هو لعب علي، هو ما أدري. يقول والآن هذا الرجل المحتال انقطع عني، ما أدري وين راح، ما يرد على تلفونه، ما أدري وين بيته أصلا. طبعا أنا ما أقدر أني أقدم له شيء، لكن قلت له يا أخي القانون لا يحمي المغفلين، وكيف أن تصدق مثل هذا الرجل ما تأخذ عليه أي وثائق؟ ثم يا أخي إن هذا الرجل يكذب عليك، إيش اللي كنز وعليه حراس وعليه مدري إيش. فأنا أقصد من هذا أن عدد الذين يحتلون على الناس هم كثير. واحد يأتي يقول أنا رأيت فيك رؤية أنك كذا، أو يقول مثلا أني أنا يعني أعرف لك طريقة لاكتساب المال السريع أو نحوه. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لست محتالا لكني أيضا ذكي ونبيه، ما في أحد يحتال علي. أظن القصة ما تحتاج إلى تعليق، لكن الإنسان يحذر، حتى يقول لك شاركني في تجارة وفي ربح سريع، ولا عطني هذه في مساهمة ولا غير ذلك. المحاكم اليوم مليانة، الشرط مليانة ممن أكلوا حقوق بعضهم ببعض بسبب الغفلة. ولذلك الله تعالى لما ذكر الدين قال سبحانه وتعالى عن الدين ولا تسأموا، يعني لا تترددوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا حتى ما يقع في شك. لو تسلف 10 ريال اكتبوا رقة بينكم، لو تسلف 100 ريال اكتبوا رقة أو اكتبها في شيك وصوره. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الخير ويجزيكم خير الجزاء. هذه خاطرة سريعة أردت أتحدث معكم فيها، والسلام عليكم.